الأمومة مش بس غريزة بتتولد بيها كل بنت، ده حلم بيراود كل فتاة من صغرها، ونجمات كتير مش بس حققوا حلم الأمومة، دول داقوا طعم الفرحة المضاعفة بإنجاب توأم. هتستمتع وتتعرف على حكايات أشهر 8 نجمات عرب مع خلفة التوأم، بس خليك معايا للآخر. النجمة السورية أصالة سبق وحققت حلم الأمومة من زوجها الأول رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي اللي خلفت منه شام وخالد، إلا إن حبها الشديد لزوجها التاني المخرج والمنتج طارق العريان كان مخليها هتتجنن وتخلف منه. كانت شايفة ان حبهم لازم يبقى له ثمرة على الارض. أصالة عملت اللي ما يعمل، دعت وصلت ان ربنا يرزقها بولاد من طارق، ولما ما قدرتش تحمل طبيعي منه لمدة 5 سنين سافرت على امريكا واجرت عملية تلقيح صناعي وخلفت توأمها ادم وعلي في 2011. وللاسف التوأم ما قدرش يضمن استمرار حب أصالة والعريان اللي اعلنوا انفصالهم في 2020. النجمة الأردنية جمانة مراد عايشة تجربة صعبة بعد وضعها لتوأمها علي وديانا في ولادة متعثرة بشهرها السادس، وبعد 9 شهور بالظبط صدمت جمانة الكل بخبر رحيل بنتها ديانا بعد خضوعها لعملية قلب. أما الفنانة هالة صدقي فبعد ما أخيرا داقت طعم الأمومة وهي 48 سنة بإنجاب توأمها يوسف ومريم، صدمها زوجها سامح سامي برفع قضية إنكار نسب توأمها، وصرح بأن حمل هالة حصل عن طريق بويضات لامرأة تانية لأن بويضات زوجته غير صالحة لحدوث الحمل، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات أن الفنانة مش أمهم الحقيقية، إلا أن محكمة الأسرة رفضت دعوى الزوج وحكمت بحبسه شهر لامتناعه عن دفع نفقة التوأم. حمل المذيعة والفنانة اللبنانية إيميل صياح حصل بأعجوبة بعد ما انتظرته ل6 سنين، وحقيقي فرحتها كانت مضاعفة لما ربنا أنعم عليها بتوأم ولد وبنت. أما غادة عادل فعندها من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء، منهم التوأم عز الدين وحمزة اللي سبق وظهروا معاها في إعلان شركة اتصالات في 2017، وتعرضوا لحملة سخرية واسعة بسبب وزنهم الزائد. وفي يونيو 2023 أنجبت الفنانة المصرية ريهام حجاج توأمها جميلة ويوسف، والمذهل إن قبل ما تكمل سنة على الولادة كانت قادرة تتخلص من كل آثار الحمل والولادة من وزن الزائد وغيره، وترجع تقف قدام الكاميرا، ولحقت تنافس في دراما رمضان 2024 بمسلسل صدفة. حكاية زينة مع توأمها عز الدين وزين الدين كانت بعيدة تماما عن الفرحة، فبمجرد ما وصلت بيهم على مصر من أمريكا اتكشف ارتباطها السري بالنجم أحمد عز اللي رفع قضية إنكار نسب واتهمها بالتزوير، وطبعا أساء لسمعتها وشرفها، وقضيتهم بقت قضية رأي عام. زينة نجحت في مشوارها القضائي بإثبات نسب توأمها لعز في الأوراق الرسمية بعد 3 سنين على ولادتهم، وأصبح ملزم بكامل مصاريفهم وحتى تحكم في سفرهم وغيرها من تفاصيل، إلا إنه لحد دلوقتي وبعد ما قربوا يكملوا 11 سنة ولا مرة حاول يجيب سيرتهم في لقاء أو تصريح إعلامي. تيا كانت أول مولودة للنجمة الذهبية نوال الزغبي، وبعد ما رفضت تكشف صورها في الإعلام انتشرت إشاعة قوية بأنها بنت مشوهة أو فيها عيب خلقي، وعشان كده الفنانة رفضت تظهرها للإعلام. وقتها نوال استسلمت وقررت تنفي الكلام ده عن بنتها ونشرت صورها، لكن الغريب اللي انتشر قبل ما تنجب توأمها جوي وجورجي. قالت ديب طليق نوال الزغبي سمع كلام بيتقال عن ان مراته خلفت توأم مصاب بالعمى، حاول يخبي عليها قدر الامكان لانها كانت لسه حامل، بس ربنا اراد تنجب النجمه الذهبيه توأمها في شهرها السابع من الحمل. وعلى الفتره دي قالت التوأم سببوا لي تعب معين، بس انقهرت لما سمعت الاشاعه اللي طلعت عليهم، كانت اشاعه سخيفه ومؤذيه. والمره دي ما استسلمتش نوال وقدرت تخفي توأمها على الاضواء لحد ما اتسربت ليهم صور مع والدهم وهم حوالي 9 سنين.